السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تبقوا دايما في صحة وسعادة وهنا العمر كله. انا النهاردة بقى جايه لكم اعمل لكم ايه ان شاء الله. هنعمل الصابون السايل، مش قطع بقى، اللي هو السايل اللي انت تغسلي منه على طول. بس بقى ايه، ما شاء الله مش هتدفعي جنيه تجيبي بيه صابون من بره. يعني بصي، مش هتجيبي بجنيه صابون من بره، حاجة كده ببلاش. ماشي، هنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسمي بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه بصي، ده كده البطاطس. انا بجيب معلقتين اتنين وبدوبهم في كوبايه ميه زي دي كده بلاستيك، ولازم تكون الكوبايه بلاستيك. حلو كده، بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. بعد كده بجيب الدقيق، بصي معلقتين دقيق مش اكتر. بصي، وايه اهم حاجه تغربليه دقيق حلو ومش حلو اهو. بصي بيبقى فيه كتل اهو. انتي برضو ايه بتطلعيه عشان يبقى حلو، يبقى الصابون جميل كده وحلو. بص الكتل دي ممكن تعمليها كده، بص اهي اتعملت ما فيهاش اي حاجه. بص اهي، ما تعمليش اي حاجه. بعد كده بتجيب، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام، ده 2 لتر ميه اهو. بصي 2 لتر ميه، انا خدت منه، ضربت قشر البرتقال، هوريكم كل حاجه، وخدت منه لايه للبطاطس. هنا بحط بالظبط لتر ميه. بصي اهو بالظبط كده لتر ميه، وبقلبه حلو كده. قلبي بقى باي حاجه، بخشبه، اللي عندك كله. بصي اي حاجه، تقلبيه كويس قوي. بس انا بعمله لك مره كمان، عشان في ناس قالت لي احنا عايزينك ايه تعمليه مره كمان. معلش يا ابله نصره، قلت لهم حاضر من عينيا، رغم والله ان انا تعبانه النهارده، بس قلت لا هعمله لكم، لان هو بيوفر كتير عن اللي انت بتشتريه من بره. بصي ما بتعمليش اي حاجه، بصي غير ان انت ايه بتضربيه كده اهو، ما فيهوش اي حاجه. كل اللي احنا عملناه ما شاء الله ميه ودقيق، ما عملناش اي حاجه تاني. لو عندك نشا برضو حطي، يعني يا نشا يا دقيق. لو عندك نشا دقيق بايظ ما فيش اي مشكله، هينفع. بصي اهو، ما فيش اي حاجه، ولا في تكتلات ولا في اي حاجه. بعد كده بنسمي بسم الله، ونحط بقى ايه كوبايه البطاطس كلها. بصي نحطها كلها، بس حتى الشوية اللي خدناهم بص، خلت الكوبايه من جوه. بصي بس عامله ازاي تقل. منعملش اي حاجه غير ايه بقى، بصي بنقعد نقلب فيه كده. بصي انا عايزه اوريهولك بس. بصي تقيل ازاي، تفضلي تقلبي تقلبي فيه اهو. اهو بصي اهو، متعمليش اي حاجه غير ان انتي بصي عامل ازاي، بس تقل ازاي صفر. بصي على فكره في ناس كتير والله عملته زي ما قلت لهم، وطلع معاهم بالجمال والحلاوه دي اهو. بصي بس عامل ازاي، تقل في منتهى الجمال. بصي عندي بقى ايه، اللهم صل على النبي، معلقه كبيره ملح. بصي معلقتين كبار سكر، وبرده تقلبي. السكر ده بقى بيعمل ايه، بيعمل لك رغوه حلوه للصابون. بصي الصابون مش قادره اقلبه والله. بصي من تقله، بصي بس عامل ازاي، مش بتدفعي جنيه. طب احنا عايزينه بلون، نعمل ايه؟ بصي بقى بالصلاه على النبي كده عليه الصلاه والسلام، ده قشر البرتقال. حلو، احنا ضربناه، غليناه الاول في الميه زي ما قلت لك، زي ما علمتكم بالظبط، وبعد كده بغليه. بصي وفضيه. قشر البرتقال اللي عندك اعملي بيه استفندي، مش مشكله. اي حاجه. بصي ريحه ايه، ريحه البرتقال بقت جميله ازاي. بصي بصي. بعدين كبري الطبق ده انا عملته صغير عشان بس ايه اوريه لكم. بصي تكبريه،
يعني اعملي في جردل كده حلو. اعملي مثلا في طبق كبير بلاستيك. بصي بقى لونه برتقاني ازاي. بصي على فكرة تقيل، انا نفسي مش قادرة اقلب، يعني بجد تقيل جدا. بصي بقت ريحته برتقان، والله جميل جدا، ولونه زي ما انت شايفة كده برتقان. دول احنا كده ما شاء الله عملنا كام كيلو؟ دول كده عملنا 2 لتر مية. انت هتحطي عليهم بالظبط 8 لتر مية. هتزودي مية هنا تاني، هتحطي 8 لتر. كل ما تزودي كل ما بيبقى الصابون بصي تقيل ازاي وحلو. بصي اعمل ازاي. هتزوديه بقى 8 لتر ميه، وكده الصابون يبقى جاهز. ما حطيناش جنيه من بره، كل اللي احنا عملناه بصي سهل وبسيط، مفيش اي حاجه غير اللي انت شايفاه ده. بصي بمنتهى الجمال وسهل وبسيط اهو. تعمليه وتزودي عليهم 8 لتر ميه، وقشر البرتقال خدناه غسلناه، وبعدين حطينا له ميه سخنه او ميه حتى من السخان او الكتل، وبتغليه غلوه واحده على النار لحد ما يستوي. بصي القشر فين؟ القشر ما عادش فيه قشر، بقى صابون. صابون وبرتقال وجميل، وريحته كلها برتقال. هتحطي على ده 8 لتر ميه، وتعبيهم في ازايز وتشيليهم. ما حطيناش بالظبط ولا نقطه صابون من بره. توفير ثم توفير ثم توفير. بجد احلى حاجه ان انت تعملي حاجتك في بيتك في منتهى الجمال. بصي اهو، اللهم صل على النبي عليه الصلاه والسلام. يا رب دايما القاكم دايما على خير، ودايما اكون عند حسن ظنكم، واعمل لكم دايما كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.